بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما وعدتكم في الفيديو اللي فات ان انا ان شاء الله هنزل فيديو عن طريقة وضع ملف الداتا في الأوب. نزلت الفيديو اللي فات شرح لعبة هيتمان ووريتكم الريفيو بتاعها من جوه. ان شاء الله دلوقتي هشرح لكم طريقة وضع ملف الداتا في الأوب. انا ان شاء الله نزلت اللعبة من الداونلود لينك اللي انا حطيت لكم في الفيديو اللي فات. نزلت اللعبة منها وسطبتها عندكم اهي تحت على الشمال، لعبة سنايبر هيتمان. بعد ما سطبت اللعبة انا هخش عليها كده هشوف هل هتشتغل ولا لا. طبعا مش هتشتغل لان ملف الداتا عندي انا لسه ما نزلتوش، بيقول لي داونلود فيل because you may not have persuaded this app. هو عايزك تشتريها، طبعا احنا مش هنشتري حاجة. انا هوريكم ان شاء الله الطريقة بحيث ان انتوا تشغلوها على طول. انا دخلت دلوقتي جوه الفاين مانجر، هخش هلاقي فيه الملف اللي انا نزلته، الملف اللي هو تحت خالص ده ملف الداتا اللي انا هحط لك اللينك بتاعه. هتلاقي ملف مضغوط، بحط لك برضو البرنامج بتاع فك الضغط ان شاء الله في لينك تحت. البرنامج ده تفك بضغط الرار يعني، يطلع لك الملف ده. الملف ده هتاخده، هتعمل له قط وهتروح على الاندرويد اهو تاني، هتخش على الاندرويد. وبعد ما تخش على الاندرويد هتخش على الاوب اللي هي تالت واحدة اوب. بعد ما دخلت على اوب ادور على مكان اللعبة عندي. هنا كوم سكوير، هي دي عندي اسمها سكوير انكس. سكوير انكس مونتر هيتمان سنايبر. هخش جوه وهعمل للملف ده بيست. انا دلوقتي عملت له بيست في الملف اللي هو اصلا صنعهولي للعبة. أنا لما لازم اخش على اللعبة الاول عشان يصنع لي ملف جوه الاوب ده. انا خلاص دخلت جوه الاوب وحطيت الملف ده، خلاص اطلع بره عادي جدا. اروح على اللعبة اهي اشغلها. اللعبة اشتغلت معايا عادي وهتفتح معايا عادي خالص وهتشتغل وزي الفل. وان شاء الله لو عايزتوا اي حاجة، اي اقتراحات، اي حاجة في كومنت، وان شاء الله على العاب او ابس او اي حاجة هرد عليكم في اسرع وقت ممكن. ان شاء الله هستنى معاكم لحد ما اللعبة تشتغل عشان اثبت لك ان اللعبة هتشتغل ان شاء الله. اهي اللعبة اشتغلت عادي ودخلت عادي خالص، ما قالتليش اي حاجة. السلام عليكم.